كولر: الزمالك مثل فرق المراكز الأدنى وهذا سر تألق شريفة. علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على فوز فريقه اليوم على نادي الزمالك ب3 أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري المصرية. وقال كولر في تصريحات عقب المباراة: قدمنا مباراة مميزة اليوم، الشوط الأول كان ينقصنا الهدوء والثقة في النفس، وبين الشوطين طالبت اللاعبين بالهدوء، وكان هدفنا اللعب خلف مدافع الزمالك للتسجيل. وتابع: لا أنظر إلى منافس بعينه، دائما أنظر إلى كافة المنافسين بنفس المنطق. لدي اعتقاد بأن مباريات الأهلي أمام المنافسين في آخر الدوري بنفس النظر إلى المتواجدين في المراكز الأولى. وشدد محمد شريف تألق بعدما أزال الضغوط التي كانت عليها: وعقدت جلسات معه خصوصا إن يعرف أنه لاعب مميز. واستمر: حينما تفوز 3-0 أمام فرق كبيرة لابد أن نعلم بأن الفريق لا يتأثر بأي غيابات. وأتم: أيمن أشرف كان مصابا منذ فترة، لذلك كان خارج الحسابات بسبب غيابه عن تدريبات عديدة. وسجل كهربا الهدف الأول لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 61 من زمن الشوط الثاني بعد تمريرة متقنة من اللاعب حمدي فتحي. وأحرز الهدف الثاني اللاعب محمد شريف في الدقيقة 74 بعد تمريرة متقنة من حمدي فتحي يسجلها قوية في شباك محمد عوادة. وتمكن شريف من تسجيل الهدف الثالث لصالح النادي الأهلي من تصويبة قوية سكنت شباك عواد في الدقيقة 86.